هلو، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا دايما بخير واحسن حال دايما يا رب. وحشتوني جدا 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 جدا. النهارده معانا فيديو جديد، فيديو كده حبيت عملت حاجه كده اختراع اول مره في حياتي من يوم ما اتجوزت، اول مره اعملها. بس كانت في الاول كانت فشلت مني و... وبصراحه يعني اللي نجدني حمايه في الموضوع ده. انا من اول مره اجيبها وصرفت من دماغي وبس، كان نفسي اعملها يعني، وبس الحمد لله نفعت برضو. فهنا لو انت اول مره تشوف قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وكومنت حلو، دعوه حلوه من قلبك لاختك سوما حبيبه قلبك. وقبل ما نبدا الفيديو نحب نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى حبايب قلبي انا كنت جايبه 4 كيلو وربع. طلعوا وربع يعني، هو لازم الربع ده يعني 4 كيلو وربع اللي كانوا موجودين عند الست اللي انا كنت بجيب منها الجبنة دي. فانا طبعا انا كنت حابة ان انا اعمل جبنة حادقة، اسقط جبنة حادقة. فالمهم انا اول مره اجيبها يعني وما اعرفش. فالمهم ايه، جبت منها الجبنه. قلت لها انت عندك قد ايه؟ قالت لي انا هوزنهم واشوفهم هما هيقطعوا قد ايه. المهم وزنتهم لقيتهم 4 كيلو وربع. لقيت هنا بقى الجبنه جبتها منها ودفعت حسابها وكل حاجه. بس ايه، جبنه فلاحه قريش من اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. بس ما كانتش بالمنظر ده بقى، هي الخرطه بخرطتها كده وكل حاجه، بس ما كانتش بالمنظر ده. ليه بقى؟ علشان انا كنت عايزه اسقطها. فطبعا لما تجيبي جبنه عشان تسقطيها تجيبيها بيقولوا بشرش يعني. يعني لازم تكون الخرطه، بصوا، جامده كده. بصوا مش بتفرفت ولا حاجه. بصوا لازم ايه، لازم تبقى جامده. فالمهم انا ما كنتش اعرف ان هي لازم تبقى جامده. انا جبتها جبنه وخلاص. فكانت بقى ايه، طريه. واخدين بالكم انتوا؟ كانت طريه، ما كانتش جامده كده من المنظر ده. يعني كنت تمسكيها وكانت تتفرفت معاكي. بص الخرطه دي عامله ازاي. تمام. المهم بقى قلت لحماية، انا حماتي متوفيه بقالها سنتين. تمام. فهي كانت بتعملها على طول، بس انا ما كنتش بتعلم منها بصراحه. حكايه الجبنه الحلقه دي ما كنتش بشغل دماغي بيها يعني، كنت باخد منها على الجاهز المهم ايه، المهم جه بقى حمايه شافني انت كنت فين ومن غير انت كنت فين. قلت له يا بابا انا كنت ايه، بجيب جبنه من دي، جبنه قريش عشان عايزه اسقطها وكده، هو عنده المش. فالمهم ايه، انا قلت ان انا هجيب الجبنه كده بحالها كده واحطها اي جبنه بقى، ما جاش في دماغي ان هي تبقى شرش ولا من غير شرش، ما جاش في دماغي الكلام ده خالص. المهم ايه، قال لي روحي رجعيها. قلت له ليه يا بابا؟ قال لي الجبنه دي ما تنفعش تتسقط. قلت له ازاي ليه؟ قال لي لازم تكون جبنه شرش. قلت له يعني ايه؟ ما انا مش فاهمه بقى ومش عارفه. قال لي لازم تكون جبنه شرش، يعني الخرطه بخرطتها جامده كده، ما تهريش كده، ما تبقاش عامله زي اللبن كده، زي القشطه كده. فالمهم قلت له طب ايه الحل؟ قال لي في حل تاني، انت ممكن تعملي زي مامك، زي ما حماتك كانت بتعمل. قلت له يعني انت كنت بتعلم من؟ قال لي انا كنت بتعلم من حماده. ده نكته بصراحه. المهم قال لي احنا نجيب كيسين ملح، ماشي، ونمسك مسك الخرطة بصراحة كده قدامي، وتني يغرقها ملح. حتى هنا ايه، الملح باين شوية اهو. تمام. تني يغرقها ملح، غرقها ملح، الخرط دي كلها. فالمهم ايه، غرقها ملح. وقال لي ايه، هنرصها في الصينية والتاني يوم هتسرد المية اللي فيها، يعني هتنزل المية اللي فيها كلها والخرطة هتبقى جامدة كده. ايه، اول ما تبقى جامدة كده تقوم منزلها في المش على طول، وتسيبيها بقى ما تفتحيش عليها خالص عشان ما تدوتش وكده. المهم ببص عليها حالا. انا حبيت اشارككم معايا الفيديو ده بصراحة يعني. إيه، بس ما حدش يضحك عليا في الفيديو على اللي انا عملته يعني. انا اول مره اعرف، فانا حبيت اعمل لكم الفيديو ده عشان لو في ناس حابه ان هي تعمل الجبنه الحادقه دي بدل ما تشتريها من 200 وحاجه و200 فطبعا انت تقدري تعمليها في البيت وبتبقى اوفر وبتبقى احلى. تمام. ولا بقى في حاجه وحشه تقع في المش ولا الكلام ده خالص. فالمهم جيت بقى
سبتها لحد بالليل. يعني انا دلوقتي بالليل، الساعه دلوقتي معايا الساعه 9. فالمهم ايه، قلت ايه فعشان الخلاصه يعني، عشان ما اطولش عليكم الفيديو. انا دلوقتي بقى، آه احنا بالليل اهوت. فطبعا حماية قال لي، برضو حماية اللي نبه عليا، قال لي لازم تصفي منها المية بقى، لو هي جمدت تصفي منها المية. ويعني اشيل الخرط دي كلها واحطها في طبق كبير، وارمي المية دي واحطها تاني، ممكن تسرد مية لتاني يوم. يعني انا كده سبتها ايه ليلة كاملة، يعني اعتبر انا سبتها كده ليلة كاملة. وان شاء الله بكرة باذن الله هسقطها في المش. فانا طبعا هقوم مسقطها في المش وهوريها لكم برضو هي في المش باذن الله. تمام. فهنا بقى بصوا، انا السنه دي كلها كانت مليانه. انا شلت بقيت اهو، ده الكيس اللي انا كنت مغطيها عليه على الوش، كانت بره التلاجة، ما كانتش في التلاجة، واخدين بالكم اهي. دي شكل الجبنه، بصوا شكلها جميله جدا، وعلى فكره طعمها حلو قوي. هوريكم برضو. بس قبل ما اوريكم الباقي، نشيل بس مع بعض كده ونرص هنا كده. تمام اهو كده اهو كده اهي. هرص بس بقية الكمية دي وارجع لكم. هنا حبايبي دي كل الجبنة اهي ما شاء الله، اللي كانت في الصينية الاولانية اللي انا وريتها لكم. تمام. وديت المية اهي. انا هشيل المية دي كلها طبعا، هرميها، انا مش عاوزها لاي حاجة. هشيلها بقى ارميها وارجع لكم اهو. هنا بقى صبيت المية رميتها، وده الملح بصوا، ده ملح. ده ملح ما سبته برضو زي ما هو. هشيل بقى الجبنة دي، الكمية دي، واحطها هنا، هرصها وارجع لكم. وهنا حبايب قلبي، بعد ما رصيت الجبنة اهي زي ما انتم شايفين كده. تمام. هاجي برضو بنفس الكيس اللي انا كنت مغطيها بيها، هغطيه بيها كده. تمام. واركنها على جنب، ونوريكم برضو الصينية التانية دي بقى. انا اول مره اشوفها وهشوفها معاكم والله. الطبق ده على فكره كان بتاع حمايه، ولا قال انا هجيب الطبق من عندي وايه وتحط فيه، عشان ما عنديش المقاس ده. تمام. لسه والله اول مره اشوف دي حالا معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض، كل دي ميه. وفعلا حمايه قال لي ده هينزل من الجبنه دي، هينزل ميه يجي 2 كيلو. والجبنه هتصغر، الخرطه فعلا ما كانتش صغيره كده، الخرطه كانت ما شاء الله كبيره كده. دلوقتي اللهم صل على النبي، انا هشيل بقى الجبنه كده بالراحه. يا نهار ابيض ده غرقانه. وهشيلها بقى وايه، ده في الطبق كده هرص كده. هشيل كل الكميه دي وهرصها هنا في الطبق وارجع لكم، عشان ما اطولش عليكم الفيديو بس. ورجعت لكم تاني حبايبي. بصوا الميه قد ايه، والله الميه كتير، هي باينه عندكم اللي هي قليله. ماشي. دي الميه اللي نزلت من الجبنه دي اهي. آه على فكرة الجبنة جامدة حجر، الفكرة ديت برضو جميلة، بس انا والله ما كنت اعرف الحاجة دي اصلا. فانا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده عشان اعرفكم برضو فيه، لو انتوا حابين تعملوا الجبنة دي. بس والله بتبقى احلى واحسن لو عملتوها في البيت، وبتبقى برضو في نفس الوقت اوفر. يعني هنا بقى انا شلتها من المية بتاعتها اهوت. همسك بقى المية دي حالا هرميها. هنا شلت المية اهوت رميتها. هرجع بقى ارص الجبنه. بس في خطوه اقول لكم عليها قبل ما ارص الجبنه، عشان ما انساش. بس انا من النوع اللي انا بنسى جدا والله. إيه، الجبنه ما تترصش فوق بعضها. يعني شفتوا الرصه اللي انا رصاها دي، نفس اللي انت هترصها في الصينيه بتاعتك او الطبق بتاعك ده ملح، ما تقلقوش عادي، مفيش اي مشكله تسيبيه. اهم حاجه ما بقاش في خرطه فوق خرطه. يعني مثلا اتكسرت مني دي، يعني مثلا دي فوق دي كده، ما ينفعش نعمل كده. هي الخرطة بخرطتها كده. تمام زي ما انتوا شايفين كده. هشيل بقى كمية الجبنة دي، احطها هنا وارجع لكم. بصوا بقى هنا حبايب قلبي، دلوقتي انا رصيت هنا الجبنة اهوت زي ما انتوا شايفين كده اهي، بنفس الرصة اللي كانت مرصوصة بيها الاول. تمام.
وهنا ما عادش في جبنه خلاص. هبدا بقى بنفس الاكياس اللي انا كنت مغطياها بيها ديت، هغطيها بيها تاني وارجع لكم. بصوا باي اكياس كده زي ما انتوا شايفين كده غطيتهم. بصوا انا حاطه الصينيه التانية فين، الاولانيه قصدي. بص حطها فوق المطبخ عشان العيال ما تطولهاش، يعني هي لازم تبقى ايه بره التلاجة. فده كان كده الفيديو. اول باذن الله اول ما اجي اسقطها هكمل لكم الفيديو على طول برضو اللي بكره باذن الله، ونشوفها مع بعضنا حبايب. هنا بقى حبايب قلبي بعد ما سقطت الجبنه هنا، البرطمان ده كان عند حماتي، وبتقول لي بدل ما تشتري، هي عندها 3 كمان تحت على فكرة غير اللي هي اديتهولي ده. مسكته غسلته كويس جدا، ما كانش كده اصلا، ده كان متبهدل جدا جدا والله. مسكته نضفته كويس قوي لدرجة غسلته بالكلور من بره عشان ينضف اكتر، وكان مليان مش بره وكده وما كانش حلو. فالمهم هنا دلوقتي انا سقطت الجبنه هنا اهو، سقطت الجبنه تحت خالص، واللي على الطروف اللي لونها احمر ديت قرنين 2 شطه، وده مش قديم 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 قديم. وفيه اهو كمان واحد هناك اهوت، لو انتوا شايفين لو تلاحظوا تاخدوا بالكم اهو، اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا اهو، شايفينه؟ وده كمان اهو، ده كده حتى قرنين 2 شطه فيه. وهجيب كمان باذن الله، هبقى عشان هي الجبنه واصله لحد هنا مش ماليه ده كله، هبقى اجيب 2 كيلو كمان ولا حاجه، واقوم ايه مسقطاهم فيه. دلوقتي بقى انا هغطيه بالكيسه دي، بصوا كده اهو، واجيب الغطا دي هقفلها قوي كده، قفلتها قوي كده. كده بقى انا مش هفتح اهو، فك تاني معايا بس كده جبن. دلوقتي انا مش هفتح عليه خالص، عشان على فكرة طالما المش قديم قوي كده، الجبنة بقى مش هتسيبيها كتير ولحد ما تاكلي منها والكلام ده، لا. طالما المش قديم، تاكلي منها على طول، يعني بعدها مثلا بشهر شهر ونص كده تبدأي تاكلي منها، بس بتبقى جميلة جدا. فطبعا انا اول مرة اعمل معاكم فيديو زي ده بصراحة، ويا رب اكون قدرت يعني ان انتوا تستفيدوا مني فيه. انا متلخبطه ليه بس، وديت انا اول مره اعملها. فطبعا لو انتوا حابين بدل ما تشتروها من بره غاليه وقد كده، انت تحاولي تعمليها في البيت وتبقى اوفر واحلى، وحاجه طعم احلى برضو، وتوفر معاكي كتير جدا. شوف الكيلو بيتباع بكام بره دلوقتي. فطبعا فده بقى انا هشيله واحطه فوق على السطح عندي في قلب اوضه كده، في اوضه كده معموله بخشب كده، هسيبه بقى فوق. ما ينفعش ان انا احطه في الشقه هنا، وما ينفعش ان انا افتح الغطا ده كل شويه ولا ابص على الجبنه ولا الكلام ده خالص، ما فيش الكلام ده، ممنوع. يا دوبك وقت ما تحبي تسقطي عليها عادي، تفتحي وتسقطي فيها الجبنه على طول. بس انا هجيب جبنه بقى إيه من اللي هي الناشفه، الفلاح الناشفه ديت مرشوشه دي، مش زي اللي انا جبتها وقعدت اعملها، لا انا اجيبها جاهزه على طول واقوم حاطاها هنا على طول. تمام كده. و يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم وقدرت افيدكم فيه. ولو انت اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس وكومنت حلو، دعوه حلوه من قلبك لاختك سما حبيبه قلبك. اشوفكم في رعايه الله حبايب قلبي، باي باي.